لم يعرف في طفولته غير الرعب فلا تنتظر منه غير ذلك. ده اللي قاله فارس عوض عن كارلوس تيفيز. فيا ترى ايه السبب؟ تيفيز اللي نشأ في حي فقير جدا في الأرجنتين، كان فيه الرعب والمخدرات والأسلحة والعصابات وكل حاجة وحشة. الأطفال اللي في سنه كانوا بيبيعوا مخدرات في الشارع عادي. يوميا كان بيحصل في شارعهم معارك دامية بالأسلحة. صديقه المقرب وهو طفل أصيب بطلق ناري أثناء المعارك الدامية دي ومات فورا. حتى أمه كانت مدمنة على الكحول ومكانش معاها فلوس ان هي تجيب له حذاء رياضي حتى يلعب بيه. اعتقد ما كانش في حاجه في العالم ده كله تنقذه من اللي هو فيه ده غير هي كره القدم. عشان كده اول ما لقى فرصه ان هو يعمل اختبارات في نادي، ما كانتش اختبارات، دي كانت بالنسبه له معركه حياه او موت. يا اما انجح يا اما اموت انا واسرتي. وفعلا نجح. الرعب اللي عاشه هو اللي خلاه يقود كل تمرينه وكل مباراه كانها معركه، كانها حرب. كان بيلعب وكأن المرمى قدامه والحرب والأسلحة والمخدرات والعصابات كل ده وراه. وكأنه لما كان بياخد الكورة ما كانش بيهرب من المدافعين، كان بيهرب من العصابات والأسلحة والدمار والمخدرات، وكان بيطلقها من رجله وكأنها دانة مدفع. لم يرى في طفولته غير الرعب فلا تنتظر منه غير ذلك. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة.